ايه الاخبار يا عم الناس؟ النهارده اول يوم في الشتاء، وبمناسبه ان الشتاء بدا والجو الساقع خلاص والواحد تقل كده ولازم يمشي كده بالحته الووتر بروف، وانا وصلت المكان اللي انا فيه دوت وايديا تلجت، فانا كده ضمنت ان الشتاء دخل خلاص. فانا جيت اقول لك على اهم الحاجات اللي انا بحاول اعملها في فانا جيت النهارده عشان ادردش معاكم شويه في بعض الحاجات اللي انا بحب اهتم بيها جدا في الشتاء واللي لازم اخلي بالي منها علشان صحه الموتوسيكل بتاعي يبقى كويس وانا صحتي النفسيه تبقى كويسه، وحاجات كتير كده هنخلي بالنا منها وبعض الكلام كده اللي هنناقشه مع بعض. وقبل ما نبدا في مضمون الفيديو، انا قاعد ورايا دلوقتي نهر النيل. نهر النيل دوت اللي هو لو انت بيك الحال على الاخر ومفيش ميه في اي مكان ممكن تنزل تشرب منه عادي، ودي طبعا نعمه كبيره من عند ربنا. لكن في نفس الوقت ده للاسف الشديد اخواتنا دلوقتي في غزه مش لاقيين حرفيا بق الميه، فمش عايزين ننساهم من الدعاء. وطبعا اول طريقه بندعم بيها وان احنا بنقاطع الكيان الصهيوني، بنقاطع المنتجات اللي بتدعمهم بشكل مباشر او حتى بشكل غير مباشر من هنا لغايه ما لا نهايه، لغايه ما نموت ان شاء الله. مش عايزين منتجاتهم، مش عايزين ندعمهم بولا جنيه، علشان احنا كنا سبب من الاسباب اللي حصلت قبل كده ان احنا كنا بندعمهم بفلوسنا والواحد فاق دلوقتي على حاجه زي كده. فعايزين ندعي لاخواتنا ويلا بينا نخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده. طيب يا صديقي، بما ان الشتاء داخل خلاص، في كام حاجه كده لازم نخلي بالنا منهم كويس جدا عشان نحافظ على الموتور بتاع الموتوسيكل بتاعنا، وحاجات كده احنا بنقعد ناخدها بهزار ونهق فيها وبتاع، بس هي في النهايه حاجه مهمه جدا، وهي ان المطر بتمطر زي ما احنا عارفين على طول، ونمشي الموتوسيكل بتاعنا في الطينه والموتوسيكل بتاعنا يتطين والدنيا بتتبهدل على الاخر، وكلنا بلا استثناء نيجي نفكر نغسل الموتوسيكل ولا لا، يقول لك لا انا غسلت الموتوسيكل النهارده المطر هتمطر بكره انا عارف، فخليه كده بطينته احسن. وهنا انا عايز اقول لك ان الموضوع ده على قد ما هو كوميدي بس هو غلط جدا 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 على موتور الموتوسيكل، لان الطينه اللي بتتكون على الموتور بتعمل طبقه كامله زي طبقه عزل كده على الموتور، والموتور ده زي ما احنا عارفين بيتبرد بالهواء، سواء حتى هو تبريد زيت او ميه، برده الهواء عامل شديد في الموضوع ده. فانت لو سبت طبقه الطينه ديت على الموتور محوطه من كل مكان، الموتور بيسخن جامد جدا، ويعني اول عدو للموتور هي السخونيه والحراره، واحنا بنهرب من الصيف علشان الموتور ما يسخنش جامد، نقوم راجعين في الشتاء نسيب الطينه عليه متكونه وبرده يسخن مننا جامد، فده طبعا غلط على الموتور. ده كله كوم طبعا، والشكل الجميل بيبقى كوم تاني خالص، يعني اهم حاجه يكون شكل الموتوسيكل بتاعك شكله جميل كده بعيدا عن الطينه وشكله نظيف، ده بتبقى حاجه بالدنيا، فلازم نخلي بالنا من النقطه دي. برضو في حاجه ثانيه لازم نخلي بالنا منها، وهي طقم الجر، الترس اللي ورا وبالجنزير بالترس اللي قدام. الحته دي مع مطره والطينه والمشي الكتير والحاجات دي بتكون رمله كتير جوه وطينه كتير جوه، فانت لما تسيبهم كده وتفضل مهمل فيهم طبعا طقم الجر بيتاكل بسرعه جدا، ودلوقتي الاسعار مولعه، مش هينفع تروح تشتري طقم جر جديد كل 10000 كيلو وكل 15000 كيلو، عايزين طقم الجر بتاعنا يقعد اطول وقت ممكن يقول طويل. فدايما لازم نخلي بالنا من نظافه طقم الجر ومن نظافه الموتوسيكل عموما بقى كله على بعضه، ونشحم الجنزير باستمرار ونشحم طقم الجر باستمرار، علشان ده هيضمن لنا وقت اطول بكتير لاي حاجه في الموتوسيكل بقى، مش طقم الجر بس. يعني زي مثلا برضو تيل الفرامل واسطوانه الفرامل، لو الطينه دخلت ما بين الاسطوانه والتيل والكلام ده طبعا هتبهدل لك الدنيا وتخربش لك التيل وتخربش لك الاسطوانه نفسها، فده غلط جدا. فالنظافه النظافه النظافه. قبل ما اكمل كلام في الفيديو، عايزك تقول لي ايه رايك في الفيو اللي ورايا ده. انا دايما بحاول اجدد في الاماكن اللي بصور فيها علشان انتوا ما تزهقوش وانا نفسي ما ازهقش، انا بزهق بسرعه جدا، فبحب اغير في الاماكن اللي بصور فيها. وجت في دماغي دلوقتي فكره ان انا ممكن اعمل فيديو ازاي تحافظ على طقم الجر بتاعك لاطول وقت ممكن، مثلا بدل 15000 كيلو لو معاك 25 30000 كيلو. فلو حابين حاجه زي كده نعملها قولوا لي تحت في الكومنتات، وطالما بتتفرج عليا يبقى لازم ترزع اللايك بتاعك عشان ده بيدعمني جدا وبيشجعني ان انا اكمل في المحتوى بتاعي، واحنا دلوقتي اصحاب بننزل محتوى باستمرار وانتوا بتخشوا تتفرجوا عليا باستمرار، ودي حاجه طبعا مفرحاني جدا. فاللايك الجميل بتاعك علشان يبقى في لينك كده ما بيننا وبين بعض، او على الاقل مس عليا في كومنت. طيب حاجه كمان لازم نخلي بالنا منها، وهي تدوير الموتوسيكل الصبح او بالليل او في اي وقت من اوقات الشتاء اللي الجو بيكون برد فيها. الموتوسيكل علشان يسخن في الصيف انت ممكن تسخن الموتوسيكل في 20 ثانيه حرفيا او في 30 ثانيه بالظبط، مش اكتر من كده. تقف تسخنه شويه كده تلاقي الموتور سخن وولع في الدنيا كده والدنيا ولعت تقوم الموتوسيكل طالع على طول. لكن في الشتاء الموضوع بعكس كده خالص، الموتوسيكل عشان يسخن بيبقى محتاج مثلا دقيقتين 3 عشان الموتور نفسه يسخن، الزيت نفسه بيكون مكتل تحت او قاعد تحت في الموتور، فعلشان يتحرك في الموتور محتاج حراره، محتاج ان هو ينتشر ويتغلغل بين التروس بدل ما تتحرك عليه والتروس دي تحك في بعضها من غير زيت، لا لازم تسيبه يسخن شويه وبعد كده تبدا ان انت تتحرك بيه. وحتى انت برضه هتلاحظ ان انت بتيجي تسخن الموتوسيكل في الشتاء لما تيجي تسيبه على الصنصير بتاعه هتلاقيه بيبطل منك، او هتلاقي ان هو صوته مش الصنصير بتاعه مش كويس، لكن لما تدوره تفضل حاطط ايدك على البنزين حاجه بسيطه خالص اللي هو انت بتدخله كميه هواء اكبر، فبعد دقيقه مثلا او دقيقه ونص تلاقي الموتوسيكل بقى الصنصير بتاعه صوته كويس والموتور بدا يشتغل معاك والدنيا تمام، بعدها تقدر تبدا ان انت تتحرك بالموتوسيكل. طيب اخر حاجه واهم حاجه بالنسبه لي من احنا في الشتاء هي ان احنا نسافر يا جماعه، نسافر الموتوسيكلات بتاعتنا في الشتاء. واحد يقول لي يا عم سفر ايه بتاع اللي احنا الدنيا بتبقى تلج الواحد صوابعه مجمده ورجليه بتجمد وكل حاجه، بس في الحقيقه انا عايز اقول لك ان السفر في الشتاء بيبقى ممتع لابعد الحدود،
وانت لو ما جربتش حاجه زي كده لازم تجربها، حتى لو سفريه 100 كيلو 150 كيلو تروح في مكان رايق تشرب كوبايه قهوه تاكل حاجه كده على خفيف انت واصحابك او انت واحد صاحبك، عشان السفر ما بيحبش اللمه الكتير. خد واحد صاحبك كده ولا اتنين واطلعوا على الطريق وسافروا بالليل وارجعوا مثلا بالنهار، او العكس سافر بالنهار وارجع بالليل. لازم تجرب السفر في الصبح والشمس طالعه وبعد كده تجرب السفر بالليل والدنيا ليل. الموضوع ده بيبقى ليه متعه جامده جدا. طبعا هتلبس الجاكيت لوتر بروف لو جوانتي والخوذه، طبعا الحاجات دي لازم تكون معاك لو انت هتسافر علشان تحميك من البرد وتقدر ان انت تتحرك في الساعه دي. لو حميت نفسك من الساعه هتستمتع جدا جدا بالسفر بالموتوسيكل. وبالمناسبه برضه الموتوسيكل بتاعك بيكون مبسوط منك جدا، لان هو في الشتاء درجه الحراره بتبقى من 7 ل 10 15 بالكتير، او ده كده لو الدنيا مش شتاء اصلا. فانت بتبقى ماشي موتوسيكل حابب الجو وما بيسخنش منك جامد والدنيا ماشيه تمام، فاللي هو انت بتفوق الموتور وفي نفس الوقت ما بتسخنوش وما بتجيش عليه، زي ما بتقول كده بيبقى كل الاطراف مترضيه. ولو انت يا عم واحد ما السفر مش جايب معاك سكه ومش جاي في دماغك ولا الجو ساقع والدنيا دي، خد يا عم موتوسيكل واقعد في حته زي دي كده الساعه 7 الصبح ولا الساعه 6 الصبح، صلي الفجر واطلع اقعد على حاجه زي كده مع كوبايه شاي ولا كوبايه اي حاجه سخنه. والله حاجه في قمه الروعه. الموتوسيكل تتحرك بيه في اي مكان دي احلى نعمه ممكن واحد يكون ربنا رزقه بيها. وبس على كده يا سيدي، النهارده اول يوم في الشتاء، وقلت طبعا ما سيبكوش لما اقول لكم على اهم حاجات المفروض نعملها في الشتاء. اللايك بتاعك زي ما اتفقنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.